ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا حذيفه، سينيور داتا ساينتست، هكون معاكم في كورس ان ال بي من الداتا ساينس دبلومه في نيوروتك. كورس ان ال بي هيكون كورس مهم جدا، لان احنا مش هناخد بس اساسيات، لا احنا هناخد intermediate topics وهناخد advanced topics. هنبدا الموضوع من البدايه خالص، من اول ما يجي لي جمله زي دي ازاي اقدر اتعامل معاها، اعمل لها cleaning، اعمل لها processing، احولها لفورم يقدر الموديل ان هو يستخدمه عشان ينفذ لي تاسك او يعمل لي بريدكشن، او even يرد عليا زي ما بيحصل في شات جي بي تي مثلا. وهناخد برضو في الادفانس توبكس اللي هناخد الترانسفورمرز، واللي هي البيز اركتكشر بتاع شات جي بي تي. هنعرف ازاي سيمبل ايديا كانت كافيه ان هي تعمل كل الطفره دي في الاي اي، ويطلع لنا مودلز الكبيره زي شات جي بي تي وجيميناي وكلود وديب سيك والمودلز القويه دي اللي اي حد دلوقتي في الوقت الحالي بيستخدمها عشان لما يخلص تاسكاته او تساعده في ان هو يوتوميت التاسكات دي، وبقى لا غنى عنها في الزمن ده. هنعرف مع بعض ازاي المودلز دي شغاله من جوه ككور ايديا. هنبني مع بعض شات بوتس، هنشوف ازاي نقدر نيوتيلايز المودلز دي عشان نبني اند تو اند شات بوت بروجكت. هنتكلم عن ادفانس تكنيك اكتر من كده كمان، زي الراج اركتكشر، وهنشوف ازاي نقدر نبني ده عشان نبني سيستم متكامل. من اول ما انت كيوزر بتبعت رساله، الموديل بياخد الرساله بتاعتك يعمل لها اناليسز، يقدر ياكسس داتابيز زي عن طريق الراج، يجيب منها بيس اوف انفورميشن يستخدمها عشان ان هو يرد عليك ويديك الانسر الصح. وهنشوف ازاي نقدر ممكن نعمل ديبلويمنت للموديل ده او للشات بوت ده. هناخد جزء صغير كده في الباك اند، ازاي تعمل اي بي اي اند بوينت تهوست الاند بوينت دي، وتخلي وانس ان اي رساله تيجي على الاند بوينت دي تروح للموديل، والموديل يقدر ان هو يستخدمها او يستخدم الرساله بتاعتك دي عشان يطلع لك ريسبونس كويس. تمام. ده بالنسبه للادفانسد. بالنسبه للفاندمنتالز هناخد حاجات كتيره، من اول ما بنعمل تكست بروسيسنج، مرورا بان احنا ازاي بنحول التكست ده لفورم زي ما كنت بقول، ان الموديل يقدر يستخدمه عشان اندرستاند التكست ده ويقدر ان هو ينفذ التاسك بتاعنا. هناخد حاجات بقى زي تي اف اي دي اف، الباج اوف ووردز. هناخد برضو حاجات زي ريكومنديشن سيستم، ازاي ان انا اقدر ابني موديل يعمل ريكومند لمثلا موفيز، يعمل ريكومند مثلا لايتمز، زي مثلا بتخش على نون امازون، بتلاقي ان انت بتسيرش على حاجه، تلاقي دايما الحاجات المفضله او اللي يقول لك مثلا اليوزرز دول اشتروا الحاجه دي كمان مع الحاجه اللي انت بتدور عليها. فبيعمل نقدر نعمل ريكومنديشن سيستم، يقدر ان هو يريكومند اليوزر بيز على البيهيفير بتاع اليوزر، وبيز على البيهيفيرز بتاع اليوزرز كلهم اللي كانوا عندنا مثلا في السيستم. آه، فدي حاجات هناخد مثلا هناخد basic architectures، او يعتبر intermediate architectures زي recurrent neural network. هنشوف الايفولوشن ده ماشي ازاي من اول ما كان عندنا موديل شغاله statistical wise، مرورا بالريكرنت نيورال نتورك للترانسفورمرز اللي هي الطفره الحاليه اللي بنت عندنا ال امز او شات جي بي تي والمجموعه دي من المودلز. النهارده هناخد بقى introduction عن الكورس ده. هناخد small ideas، نشرح منها حاجات خفيفة جدا، كل واحدة هتتشرح بعد كده ليها سيشن كاملة آه، بيتشرح فيها تفاصيل التفاصيل. يكون عندنا جزء الكودينج بنخش فيه مع بعض، بعد ما بنشرح الكونسبت هنلاقي كل حاجة مشروحة بديتيلز بعد كده. ولكن هنا النهاردة ان احنا الهدف ان احنا ندي انترودكشن، نعرف يعني ايه NLP. هناخد جزء صغير كده في التكست بروسيسنج، هنتكلم عن شوية توبكس زي ما كنت بقول، وهنعرف برضو واحنا ماشيين كده هنحاول ندي ديتيلز او اوفر فيو سريع على قد ما نقدر، وممكن نديك ديب شوية في بعض الأجزاء يعني. تمام. طيب، بداية، يعني ايه natural language processing؟ natural language processing بكل بساطة ازاي اعمل بروسيسنج او اعالج اللغه. طب ايه اللغه؟ اللغه اللي انا وانت بنتكلم بيها، عربي، انجليزي، فرنسي، ايا كان اللغه دي، انا محتاج ان انا اعالجها يعني، او اتعامل معاها او هندلها، بحيث ان انا اقدر ابعت لموديل اي اي موديل مثلا زي مثلا فور اكزامبل شات جي بي تي، ده اشهر حاجه دلوقتي. تقدر تبعت له تكست باللغه بتاعتك انت كهيومن، الموديل بيقدر ان هو يفهم اللي انت عايزه كسؤال،
ويقدر ان هو بعد كده يرد عليك بتكست شبهه او يرد عليك باللغه بتاعتك. فمثلا لو انت رحت لشات جي بي تي دلوقتي قلت له كيف حالك، هيقول لك بخير الحمد لله مثلا، فرد عليك بلغتك. طب لو في نفس الشات غيرت وقلت مثلا هاو ار يو، يقول لك مثلا I'm good thank you او حاجه، هيرد عليك باللغه بتاعتك. تمام. فاصبح ان هو بيقدر ياندرستاند اللغه بتاعتك ويرد عليك بنفس اللغه بتاعتك ويعمل لك حاجات كتيره. كلنا جربنا شات جي بي تي. وده احسن مثال دلوقتي على الناتشورال لانجوج بروسيسنج، ان انا بتكلم باللغه بتاعتي والاي اي بيرد عليا باللغه بتاعتي. تمام. طيب، يبقى زي ما كنا بنقول ان ال NLP او الناتشورال لانجوج بروسيسنج هو interaction ما بين ايه، ما بين الكمبيوترز وما بين الهيومن، عن طريق ايه، عن طريق الناتشورال لانجوج. الناتشورال لانجوج اللغه الطبيعيه بتاعتي وبتاعتك. تمام. طيب، يعني ال NLP برضه بيحاول يعمل ايه؟ هو كان البدايه او كان الطريق ان احنا نخلي الكمبيوترز تفهم اللغه بتاعتنا، تفهم اللغه بتاعتنا وتجنريت. زي ما كنا بنقول شات جي بي تي بيقدر ان هو يفهم اللغه بتاعتنا، يفهم سؤالنا، يفهم المطلوب منه، يجنريت بعد كده. جنريت بعد كده ايه، ريسبونس. الريسبونس ده بيكون برضه باللغه بتاعتنا. تمام. فبقى الانتراكشن مع الكمبيوتر عن طريق اللغه بتاعتنا. لان زمان الانتراكشن مع الكمبيوتر كان عباره عن ايه، باينري. باينري ايه، باينري نمبرز. يعني في الاول في الاخر الكمبيوترز بتعالج او بتفهم الداتا اللي احنا بنديها لها عن طريق ان هي بتحولها اخر لزيروز وانز. الموضوع كان صعب زمان، لكن دلوقتي عن طريق الناتشورال لانجوج بروسيسنج هي بتبريدج الجاب ده. ان انا دلوقتي بكل بساطه ممكن اقول له هلو فيرد عليا يقول لي هلو باللغه بتاعتي، ففاهم انا عايز ايه ورد عليا الانسر بنفس اللغه بتاعتي، عشان انا ابقى فاهم الموديل او الكمبيوتر ده بيقول ايه برضه. تمام. طيب، ايه الابلكيشنز او ايه التاسكات اللي ممكن تعملها في ال NLP؟ ممكن يجي لك كتكست كلاسيفيكيشن. ممكن يبقى عندك ايه، ممكن يبقى عندك مثلا انت على نون مثلا او امازون، عندك منتج، المنتج ده فيه شويه ريفيوز. طيب انا كصاحب الماركت ده او المتجر ده على امازون، محتاج اعرف بس الناس اللي بيتكلموا عن المنتج بتاعي بيقولوا ايه. فبدل ما انا عندي مثلا، انا مثلا عندي 1000 ريفيو على المنتج بتاعي. طيب دلوقتي هل انا هقعد اقرا ال 1000 ريفيو واحاول افهم الناس دول بيقولوا ايه؟ مش منطقي، صح؟ طب ما تيجي نأوتوميت الموضوع ده، نعمل موديل صغير يعمل لي جاست تكست كلاسيفيكيشن. يعني ايه، هديله الريفيو والموديل هيتعلم ان هو ايه، يا اما يقول لي الريفيو ده بوزيتيف ريفيو، يا اما ده نيجاتيف ريفيو، يا اما ده ريفيو طبيعي. يعني الكلاينت او الكاستمر ده ما كانش عنده تعليقات، لا اما بوزيتيف لا اما نيجاتيف، كانت حاجه طبيعيه، كان كلام يعني بيقول رايه عادي يعني جدا. فبالتالي اقدر اوتوميت عمليه الريفيوز دي عن طريق ان انا ابني موديل يعمل لي ايه، تكست كلاسيفيكيشن. جست ياخد التكست يقدر ان هو يديني ديسيشن هو التكست ده كان بوزيتيف ولا نيجاتيف مثلا بالنسبه لتاسك ريفيوز، ومنه اقدر اعمل اناليسز. فمثلا من 1000 ريفيو دول اللي كانوا على المنتج بتاعي، كام نسبه الناس اللي كان عاجبهم الريفيو المنتج بتاعي؟ 60%، 70%، 80%. كويس جدا. تقدر تعمل اناليسز ومنه تعرف الفيدباك بتاع الكاستمرز بتوعك ايه، عجبهم المنتج اه ولا لا، عجبهم طلع مش عاجبهم. محتاج ان انا انالايز اشوف المنتج بتاعي فيه ايه، اشوف ازود عمليه الاناليسيز ريفيوز دي، واشوف الناس دول طالبين تعديلات معينه ولا لا. طالبين تعديلات معينه، اوكي نجرب نعمل التعديلات دي بحيث ان انا اخلي الريفيوز بتاعتي بوزيتيف. تمام. طب لقيت الريفيوز بوزيتيف، تمام، يبقى انا كويس جدا، المنتج بتاعي عليه فيدباكس كويسه جدا، اصبح ليا اسم. اقدر بعد كده ان انا ممكن انزل بمنتجات تانية وانا بقى ليا يعني كاستمرز في السوق. اوكي. طيب، ده بالنسبه للتكست كلاسيفيكيشن. التكست كلاسيفيكيشن بقى قيس على كده اي تاسك عندك محتاج ان انت تعمل بس كلاسيفيكيشن للتكست، جمله وعايز تعرف الجمله دي ايه. تمام. طيب، النوع التاني او المشهور دلوقتي اللي كل الناس دلوقتي تعرفه اللي هو الناتشورال لانجويج جنريشن. ده اللي كنا بنقوله او ده اللي شات جي بي تي بيعمله مع اي حد دلوقتي في الايام دي. ان هو يعمل ايه، تديله سؤال يرد عليك بيجنريت تكست، يجنريت ناتشورال لانجويج، يجنريت لغه. اوكي. فبتقول له مثلا هلو يقول لك هلو. يعني تقول له مين مثلا او ميسي خد كاس العالم سنه كام باللغه العربيه، عادي جدا يرد عليك يقول لك مثلا خدها سنه، والله مش فاكر، ممكن سنه 22 تقريبا.
اوكي طيب يبقى اصبح عندك جنريشن ان الموديل مش بس ان هو بيعمل لك كلاسيفيكيشن يقول لك بوزيتيف ولا نيجاتيف، لا، ده بقى ياخد منك سؤال باللغه بتاعتك يرد عليك او يجنريت انسر او ريسبونس باللغه بتاعتك برضه. تمام. طيب ناتشورال لانجويج اندرستاندنج، عشان الموديل اصلا، عشان الاي اي موديل ده يقدر يفهم اللي انت عايزه، سواء هيعمل تكست كلاسيفيكيشن او هيعمل جنريشن، محتاج ياندرستاند اللغه بتاعتك. فالكور مودلز بتاعت ال NLP ان هو مبنيه ان هو يقدر يفهم اللغه دي. لو قدر يفهم اللغه دي خلاص يقدر ينفذ لك التاسكات سواء كلاسيفيكيشن او جنريشن وخلافه. تمام. انفورميشن ريتريفر هنتكلم عليه قدام شويه. طيب ايه ممكن نعمله بال NLP؟ يعني ايه الابلكيشنز اللي ممكن نعملها دلوقتي؟ طبعا الهايب دلوقتي رايح ناحيه الشات بوتس. شات بوتس، عندي شات بوت زي شات جي بي تي، ابعت له سؤال يرد عليا، ابعت له سؤال يرد عليا. الموضوع ما بقاش مقتصر على كده، بقى يقدر يعمل سيرش. يقول له مثلا درجه الحراره كام النهارده، يقدر يقول لك مثلا اخر ماتش ليفربول كسبه كان كام، يقدر يجيبه لك. الموضوع ما بقاش مقتصر ان هو شات بوت تساله سؤال يجاوب عليك وخلاص، لا، الموضوع بقى اكبر من كده كمان. ولكن يبقى اكبر ابلكيشن ممكن تعمله في الناتشورال لانجويج بروسيسنج حاليا هو موضوع ان انت تعمل شات بوت او فيرتشوال اسيستنت. تمام. طيب اوكي، تكست سمرايزيشن. سمرايزيشن يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا عندي بي دي اف، والبي دي اف ده مثلا فيه 30 صفحه. اوكي طيب البي دي اف ده مثلا انا مش محتاج ان انا اقراه كله، محتاج بس ان انا اخد هنت، يعني اديني هيدلاينز كده. خلاص بكل بساطه هروح ادي للموديل البي دي اف ده اللي هو فيه مثلا 30 صفحه، اقول له معلش طلع لي، اعمل لي سامري صغيره كده تقول لي البي دي اف ده بيتكلم عن ايه، حاجه زي سامري او كونكلوجن مثلا او ابستراكت عن البي دي اف ده. هتاخد هتديله البي دي اف، هيبدا يقول لي ايه، اوكي انا شايف ان الجمله دي مهمه والجمله دي مهمه والجمله دي مهمه. يبدا ان هو ايه، يسمرايز ال 30 ال 30 صفحه بتوع البي دي اف دول، يعمل لهم سمرايزيشن لايه، لسمري صغيره كده. تمام. فانت تقدر ان انت ايه تتشيك البي دي اف ده، تقدر تشوف اذا كان مناسب. مثلا لو ده مثلا بحث مثلا وانت او ريسيرش بيبر مثلا وانت محتاج تشوف هتكمل قرايتها ولا لا، لقيت التايتل بتاعها كاتشي بس انت مش هتضيع وقت في 30 صفحه لو ما كانش يعني الموضوع بتاعها مهم بالنسبه لك. فده احد الحاجات اللي بنستخدم فيها السمرايزيشن، ان انت تسمرايز مثلا ريسيرش بيبر. عندك ابلكيشن والابلكيشن ده بيديك لوجز. لوجز دي يعني ايه، بيكيب تراك الاكتيفيتيز اللي حصلت على الابلكيشن ده. فانت محتاج تشوف مثلا حصل ايشو مثلا، الابلكيشن ده حصل له كراش مثلا، حصل اي مشاكل جواه، فبتكسبلور اللوجز. فاللوجز دي بتكون يعني 100 اوف فايلز، يعني مش يعني مئات الفايلات، مش فايل واحد ولا اتنين، وكل فايل فيه مئات اللاينز يعني. فبكل بساطة ممكن تدي اللوجز دي مثلا للموديل، والموديل بكل بساطة يطلع لك او يعمل لك سمري للوجز دي، وتشوف هل كان في مشاكل، هل كان في اي ايشوز في الابلكيشن، وهكذا. طبعا تيجي السمرايزيشن مهم جدا كابلكيشن من الابلكيشنز بتاعت الناتشورال لانجويج بروسيسنج او ال NLP. السيمانتك سيرش. سيمانتك سيرش يعني ايه؟ يعني انا محتاج الموديل يفهم السؤال اللي انا بعته له ويقدر يجيب الانسر. فمعنى اقول له مثلا مثلا ميسي خد كام كرة ذهبية، تمام، بالون دور. اوكي طيب الموديل من الاول محتاج يفهم ان انا بسأل عن ميسي، وبعدين يقدر يفلتر ان انا او يفهم اكتر ان انا بسأله، مش بس بسأله على ميسي في العموم، لا، ده انا بسأله عن حاجة ريورد معينة ميسي كان بياخدها او خدها، تمام، اللي هي البالون دور. محتاج يفهم السيمانتك، ياندرستاند السؤال بتاعي كويس جدا عشان يقدر ان هو يسيرش بالسيمانتك ده في مثلا داتابيز عنده او في ويكيبيديا مثلا. فبكل بساطة ممكن الموديل بتاعي يكون كونكتد مثلا بسيرش انجن، اوكي، و او كونكتد بويكيبيديا، بس مطلوب منه ان هو يبعت الكي ووردز اللي تخدم السؤال بتاع اليوزر. يعني ايه؟ يعني يبعت كي ووردز مثلا للويكيبيديا، يقول لها مثلا ميسي كما بالون دور، فويكيبيديا هتجيب لك، هتعمل ريتريف
اوكي هترجع لك بالذات السيرش ده، هترجع لك الارتكلز اللي جواها اللي بتتكلم عن ميسي واللي بتتكلم عن بالون دور. تمام. فيقدر بعد كده الموديل ياخد الارتكلز دي، يفهمها، يندرستاند اللي جواها، يرد عليك يقول لك مثلا ميسي اخد مثلا 7 بالون دورز او 8. تمام. فلازم يبقى فاهم عشان يقدر يسيرش. فمثلا السؤال كان عن ميسي، لو هو مش بيقدر يفهم السيمانتك، اوكي، ممكن يسأل، ممكن يسيرش مثلا عن اي حد، يسيرش مثلا عن مين، محمد صلاح، ميبي، لانه ما كانش قادر يفهم السؤال بتاع اليوزر. فالسيمانتك سيرش مهم جدا، ان الموديل يكون قادر يفهم السيمانتك ومنه السيرش بيزد على الاندرستاندنج بتاعه. تمام. طيب سبيتش ريكوجنيشن. يعني ايه سبيتش ريكوجنيشن؟ يعني انا دلوقتي بتكلم في المايك، هلو everyone I am كذا 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 كذا، محتاج ان انا يحصل ريكوجنيشن للسبيتش بتاعي. السبيتش هو ما هو الا هو لانجوج بس مش تكست، فورم تاني من اللانجوج، هو فورم فويس فورم. تمام. بس هي نفس اللانجوج، نفس الناتشورال لانجوج، يعني نفس اللغه العربيه، نفس اللغه الانجليزيه. فلازم، يعني ده شكل من اشكال ال NLP، ان انا اقدر برضو اتعامل مع الصوت، مع الفويس او السبيتش. اوكي. ليه؟ لان هو ستيل ناتشورال لانجوج بس فورم تاني على شكل ويفز. اوكي. فلازم يبقى عندي برضو ايه، NLP مودلز تقدر ان هي تاخد الصوت بتاعي اللي هي الويف فورم دي كده، تمام، تقدر منها تطلع لي تكست، يعني تعمل لي ريكوجنيشن، تشوف اليوزر اللي بيتكلم ده قال ايه، قال هلو، اوكي، يبقى طلع له على الشاشه هلو. اتكلم في المايك قال لي هلو، اكتب له على الشاشه قصاده قصادي هلو او قصاده هلو. تمام.